السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطال أولى إعدادي دفعة 2025 مكملين مع بعض إن شاء الله حل كتاب المعاصر. الفكرة إن إحنا إزاي بنتعامل مع كل جملة، كل جملة لها فكرتها، إزاي بشتغل عليها سواء كانت على الكلمات سواء كانت على الجرامر، وإزاي بنوظف ده كله عشان نشتغل على الباراجراف. زي ما إحنا اتفقنا كده وصلنا يونت 1 ليسون 3 and 4. احفظ الكلمة ومعناها صم، يعني معبد، يعني ايه تمبل، تمبل يعني ايه معبد ده، وهكذا. اوكي، يجي عند بيج 30 في النص كده بيقول ايه there are many ايه of people، ناس كتير و animals in the museum. يبقى اقول له ايه؟ statues، تماثيل ليها في المتحف. my friend is very ايه he helps me a lot، بيساعدني كتير، يبقى هو شخص ايه؟ متعاون، مفيد، helpful. there are two posters، في ملصقين على ايه؟ على الحائط، يبقى اقول له on the wall. he is a student we all like him، احنا كلنا بنحبه، يبقى ده شخص ايه؟ سمارت. جمع كلماتنا. تمام، خش على البيج 32. بقول لي الانتونيم، انتونيم يعني عكس كلمة useful، مفيد، عكسها ايه؟ useless. the word has the same meaning، the same meaning يبقى نفس المعنى، يعني كلمة بتساويها في المعنى. energetic يعني ايه؟ يعني active. السينونيم يعني المعنى بتاع ancient قديم يبقى old. boring الانتونيم بتاع boring ممل يبقى interesting شيق. نحط السفكس ايه عشان تغير لنا الفعل verb الى adjective صفة، يبقى نقول له helpful، نضيف لها full ful. نفتح بيج 38. ركز بقى معايا كده، زي ما اتفقنا وقلنا كل جملة لها مفتاحها. الكات السك مريضة، إذا محتاجة إيه؟ محتاجة رعاية وعناية، بنقول له كير. the very student دايما take part in، بيشارك في المسابقات، يبقى ده شخص نشيط، يبقى نقول له active. السفنكس ده بنقول عليه إيه؟ تمثال له رأس إنسان وجسم أسد. scientist invented الماشين ده، هو يبقى ده اخترع آلة، يبقى ده شخص إيه؟ ذكي، smart. in ancient في مصر القديمة الناس كانت بتروح فين تصلي؟ كانت بتروح المعابد تصلي، بنقول له temple. pray يعني يصلي، pray يصلي عليه على وزن play يلعب. the town is on the west، على الضفة الغربية للنهر، يبقى نقول له ايه؟ البنك. the buildings need lots of care، المباني ديت محتاجة رعاية وايه؟ واصلاحات، اقول له ايه؟ repairs. use the reasons to help you، استخدام الأسئلة إنها تساعدك. think of possible إيه for the problem، عايزين عندنا مشاكل يبقى نفكر لها في إيه؟ في حلول، حل المشكلة يعني إيه؟ solution، والفعل بتاعها solve ال problem. do amazing work يبقى to repair the old buildings for free، بيعمل شغل رائع مجانا. for free يعني إيه؟ مجانا. مين اللي بيعمل شغل مجانا؟ يبقى ال volunteers، نقول عليهم إيه؟ volunteers، متطوعين. there are a lot of ايه visiting the Egyptian museum من جميع انحاء العالم. مين اللي بيزور المتحف المصري من جميع انحاء العالم؟ يبقى tourists اللي هم السياح. 39 بيقول لي ايه of the building are made of thick bricks، من الطوب السميك، يبقى ايه المصنوع؟ يبقى الوولز، الجدران بتاعة المبنى دهوت. موديل اوف بيرسون، نموذج لشخص او حيوان او شيء، يبقى ده على طول ايه؟ ستاتيو، تمثال. underground tunnels انفاق تحت الارض وغرف عشان بيوري الديد، يدفنوا فيها الموتى، كنا بنقول عليها ايه؟ تمام، كاتاكومبس، السراديب. wind and sand slowly cut stone، كنا نقول له cut away، cut ايه؟ away يزيل، يفتت. how often did you، did الفاعل مصدر، كله مصدر يا مستر. طب فعل ايه اللي بنشغله مع سبورت بقى؟ يبقى do sport. who made the in the dining room، اللي باسم، يبقى الإصلاحات في الدايننج روم، يبقى repairs. الجزء اللي بعد كده بيعرفك ازاي بتسأل وازاي بتجاوب عشان يساعدني في سؤال الديالوج. تقرأه كويس جدا، ترجع للفيديوهات بتاعة الشرح ان شاء الله تستفيد. ده هنا بيتكلم على ظروف التكرار، تمام، ودرجاتها. يعني انه انت بتعمل فعل بصفة كبيرة قوي هقول له always، اقل شوية usually، اقل شوية often، بين البنين يعني نص نص sometimes، من النادر hardly ever او rarely، ما بعملهوش خالص يبقى never. وبسأل على الظروف دي برضو حتى لو في الماضي بهاو اوفن، يبقى هاو اوفن ديد الفاعل المصدر. طب الظروف دي مكانها فين في الجملة يا مستر؟ قبل الفعل الأساسي، لو قبل التصريف التاني. تمام. طب لو عندي فعل يكون في الماضي اللي هو was أو were، يبقى تيجي بعده، يبقى هي تيجي بعد فعل يكون وقبل الفعل الأساسي، وبسأل عليها بإيه؟ بهاو اوفن. يبقى هاو اوفن
did الفاعل مصدر. وبنستخدم برضو في الظروف ديت زي ما احنا قلنا بدرجاتها كده ازاي اجاوب على الجملة بتاعت how often في الماضي. على طول بتعمل الحاجة دي كم مرة؟ اقول له always يبقى how often. I applied in the last summer vacation يبقى على طول usually got لان بتكلم فين؟ في last في الماضي، يبقى الظرف بتاعنا قبل التصريف التاني. in the summer vacation I helped my family. إذا هنا نقول له always على درجة هنا. watch television on school days يبقى أقول له didn't often. حتى لو عندي نفي سؤال الظرف بتاعنا يجي قبل الفعل الأساسي يبقى أقول له did not often watch. last summer يبقى أنا كده بتكلم في الماضي يبقى I usually play التصريف تاني على طول. how often did الفاعل مصدر يبقى المصدر بتاعنا leave. ركز معايا شوف أنا بشتغل إزاي. She helped with housework so mom was proud of her يبقى أعلى درجة هنا مين؟ دايما بتساعدها يبقى always. I felt lonely because I had a lot of friends. عمري ما حسيت بالوحدة لأن عندي أصدقاء كتير. My dad buy busy in the evening on Sundays يبقى أقول له فعل يكون يجي بعد منه الظرف يبقى was usually. he went to the library he did that 3 times a week. 3 مرات في الأسبوع يعني 3 أيام. تمام يبقى كده نص نص نشغل له مين؟ sometimes. did they usually يبقى على طول how ايه؟ تمام how often بس عن عدد مرات حدوث الفعل في الماضي how often. how often ودي where يبقى ماضي did الفاعل مصدر did فاعل مصدر. ولو ما عنديش المصدر هشتغل هنا على was أو where. اوكي اللي بالصفحة الكوريكت بتاعنا على طول كده. I read always لا ما ينفعش يا مستر لازم always تيجي قبل read عشان ده ايه؟ ظرف يجي قبل الفعل الاساسي. بس عن عدد المرات يبقى على طول how often. طب I often الفعل ده يبقى زمنه ايه؟ عندي needed في الماضي يبقى الماضي من go went. how often did you did الفاعل مصدر يبقى رجعه مصدر يبقى go. برضو نفس الفكرة went sometimes ما ينفعش يا مستر لازم ابدل اقول له sometimes قبل الفعل الاساسي يبقى sometimes went. I took usually نفس الفكرة بقول له usually took. came first he never lost a race عمره ما خسر أي سباق يبقى هو دايما بيطلع الأول يبقى always came first. they watch TV late because they slept early بيناموا بدري كل يوم يبقى عمرهم ما بيتفرجوا على التلفزيون متأخر يبقى نقول له إيه never. بسأل عدد المرات لأن عندي اللي في الإجابة sometimes بسأل عليها بإيه how often. يارا was missy she never organized her books عمرها ما بترتب الكتب بتاعتها يبقى هي دايما شخصية فوضوية نقول له ايه always. خش على page 43 هنا نشوف الديالوج بيتكلموا عن التمبل اوف إدفو معبد ايه إدفو. did you like visiting the ancient Egyptian monuments ده سؤال هل هجاوب yes I did أو no I didn't أو هقول له yes I liked it very much. طب سأل عن ايه؟ أقول له usually. إذا هسأل على usually يبقى how often والسؤال في الماضي يبقى how often did you visit them. طيب قالوا did you visit the temple of إدفو ده بيسأله عن مكانه يبقى عمره ما زاره يبقى نقول له no I didn't. فهيقول له طب هو فين؟ it's between الأقصر and أسوان زي ما احنا عارفين وخلص الحوار على كده. القطعة بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهوت المين ايديا بتاعت النص ده هوت الفكرة الرئيسية. لو جيت بصيت هتبص تلاقي بتتكلم على ايه؟ temples المعابد in Egypt. it عايدة على مين؟ it is important for understanding life in Egypt يبقى the temple about يبقى انا كده بتكلم على مين؟ على إدفو temple معبد ايه؟ إدفو. الاوبزيت عكس opposite يعني ايه؟ عكس useful يبقى harmful ضار. where is the town of إدفو هتبص تلاقيها في الباراجراف التاني السطر التاني it is on the west bank of the river Nile between Luxor and أسوان. طب how many temples لو جيت عديت عايز يسألني عن عدد المعابد اللي الكاتب ذكرها في النص دهوت. لو جيت عديت المعابد اللي هو ذكرها هتلاقيها 3 temples. يرجع يقول لي why do you think ليه تعتقد ان ancient Egyptians بنوا التمبلز المعابد كانوا يروحوا يصلوا هناك يبقى اقول له to pray علشان يصلوا. الانشنت ايجيبشنز ميد ايه من الناس اشكال ورموز للاشخاص والحيوانات يبقى نقول عليها statues. were using ancient Egypt for burying لدفن الموتى لسه قايلين عليها ايه catacombs اللي هي السراديب. little children are very easy they can play and run all day يتنططوا طول اليوم يبقى هم ناس نشيطة active. بس عن عدد المرات بايه how often. our car needed some ايه بعض الاصلاحات يبقى نقول له repairs عشان وديناها للميكانيكي fix it يصلحها. طيب did you فاعل مصدر على طول stay.
place where people came together علشان بري يصلوا في مصر القديمة قلنا temple المعابد. in your restaurant as a weekend when I was، يبقى أنا كده بتكلم فين في الماضي، والظرف يجي قبل الفعل الأساسي يبقى often tried. The Egyptians are very they always welcome their guests، دايما بيرحبوا بالضيوف بتاعتهم، يبقى دول أشخاص friendly ودودين طيبين. The text is very I enjoyed، يبقى التكست كان interesting شيق. بس عن عدد المرات على طول لأن عندي في الإجابة usually، يبقى how often، how often. هنا برضو فعل يكون يجي بعد منه الظرف، يبقى هنبدل was usually. بيقول لي أنت نودلز عمرها ما حبتها على الإطلاق، يبقى عمرها ما جربتها، يبقى نقول له never، نفي قاطع. They were helpful so everyone loved them، يبقى دول ناس متعاونة دايما متعاونين، يبقى نقول له always. ادي اللينك بتاع القناه youtube.com/@محمد رجب90. خش على اللينك بتاع القناه ان شاء الله تستفيد من فيديوهات الشرح. اول ذا بيست، اشترك في القناه، الاشتراك مجانا عشان اي فيديو ينزل يوصلك على طول اشعار بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.